مرحبا حبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة. طبعا يعذرون عن القطاع، صار لنا فترة كلش طويلة. رجعنا لكم إن شاء الله من جديد، واليوم عندنا إن شاء الله استخارة بسور القرآن الكريم. الضمرة عامة والطاقة مفتوحة. أنت مشاهدين الفيديو إن شاء الله وسمعين الفيديو راح تنطبق عليك الاستخارة إن شاء الله. أهلا وسهلا بمشتركين الجدد، ويا أهلا وسهلا بمشتركين القدامى، نورتوا القناة. أتمنى من عندكم الاشتراك بالقناة والضغط على لايك وتشيرون القناة بين أهلكم وأصحابكم عن طريق الواتساب أو الفيسبوك أو الجروبات. يلا صلي على محمد 3 مرات واختاري أحد السور القرآنية. عندك سورة الروم وعندك سورة النور. صلي على محمد وآل محمد 3 مرات. طاقة عامة ومفتوحة. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب سورة النور، صل على رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعتكم نهاية سورة فاطر وبداية سورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب سورة النور، طبعا أصحاب سورة النور عندكم غشاوة على عيونكم، وهالغشاوة راح يزيلها لكم رب العالمين، وراح تكشفون عن طريق الصدفة خيانة وهالشي انتو كنتو تشكون بيه، لكن ماكو دليل او شي ملموس، لكن راح تلزمون الدليل بإذن رب العالمين. أصحاب سورة النور، اكو ثغرة بقلبكم، وهاي الثغرة أبد ما قاعدين تنسوها. انتو عندكم أسرار كاتميها وتخافون لا تنكشفوا. عايشين انتو عبارة عن دوامة وسلسلة أفكار متشتتة، ومدى تعرفون القرار الصحيح ووين ترسون عليه. طبعا عندكم سحر، والسحر قديم، وكل ما تفكون يريد يتجدد عليكم، وعليكم عين مرصودة ومن أقرب الناس إلكم، بحيث أنتو تشكون من آلام بأماكن متفرقة بجسمكم، وبيكم ليروح طبيب لكن ما حد مدى يوقع على علته نهائيا. طبعا انتو تحسون اكو هواي امور انتو ساهين عنها وغافلين عنها، لان عايشين بشي تعب نفسي وجسدي. ربي راح يصلح حالكم، وراح يزيل عنكم كل التعب والألم، وراح شلون اوصل لكم، راح يصحيكم على هواي امور، ومنها راح تسقط أقنعة ناس للأسف انتو صار لكم سنين عايشين ومخدوعين بيها، وحتى قسم منكم راح ينصدم من موقف للأسف، وأمر راح تتعرضون إليه من قبل الأهل. احذروا لي من هذا الموقف، ومنكم وبيكم، ومنكم يعني منكم ومن أقرب الناس إلكم، ومن دمكم ومن لحمكم. يخليكم هالموقف تعيدون حساباتكم إلى درجة مو طبيعية، بحيث تخطين خطوة تعيدين كل أمور مجرى حياتك 1000 مرة، تعيدين حساباتها. وبيكم راح يحسب نفسه ويقول إنه أني خلاص بعد كل شي راح وانتهى، ويسحب نفسه ويبتعد تفادي للمشاكل. أصحاب سورة النور، التزموا بقراءة سورة ياسين والقدر والمعوذات، لأن الألم اللي بجسدكم هسه حاليا اللي قاعد تحسون بيه، ثقل برجليكم، تشنج بجدافاتكم، خدر بإيديناتكم، راح يخف تدريجيا إن شاء الله. أصحاب سورة النور، هواي عندكم حالة الاستعجال، يعني انتو تستعجلون بجميع أمور حياتكم. حاولوا تبطلون هالعادة، مو من صالحكم أبدا. يعني انتو تريدون الشي كن فيكون، يعني تريدون الحاجة إذا هاي إلكم رأسا تريدوها تصير إلكم. طبعا عندكم وقف حال، ووقف حال حتى بأرزاقكم هاي الفترة، وعليكم ضغوطات ودفعات، وحيل حيل حيل حايرين. وبيكم منتظرين سلفة أو قرض من جهة حكومية، أو طلب دين من ناس معينة، يعني متوقف أمركم من ناحية الرزق مو طبيعي. والله أشوف عندكم بشارة جدا قريبة، وأشوف عندكم رزق لا يعد ولا يحصى بإذن رب العالمين. انتو بداخلكم حزن
وبحيث شايلين بقلبكم هواي على ناس ظلمتكم، وحتى تقولون ايش سويت لهم على مود هيجي جازوني، بحيث طاقة الحزن كاتمة على روحكم. أصحاب سورة النور، اطلعوا من اطلعوا من الحزن اللي انتو بيه، وحاولوا تروحون المكان بنهر بشاط، توقفون على مكان ببحر، فرغوا الطاقة اللي عندكم، راح ترتاحون إن شاء الله. عندكم بشارة بعد 8 أوقات أو 8 ساعات أو 8 أيام بإذن رب العالمين إن شاء الله. على أثره تفرحون فرحة مو طبيعية. أصحاب سورة النور، أشوف المتزوجات عندكم مشاكل، والمشاكل كلش هواي داخل البيت ويا زوجك أو قسم منكم ويا أهل الزوج. وأشوف احذروا لي من نساء 2، وحدة من عندهم حامل، احذروا لي منهم جدا جدا. أشوف عندك إن شاء الله للزعلانة أو ماشية بإجراء الطلاق ودخول محكمة، عندك رجوع جدا قريب بإذن رب العالمين، لأن شريكك قلبه وعقله صحيح مو وياك، مع امرأة طرف ثالث وبيناتكم عمل. حاولي تبطلين عمل التفريق على مود ترجع أمورك مثل قبل وأحسن، لأن إن شاء الله أشوف إذا نويتي وبطلتي العمل، أشوف إن شاء الله إن شاء الله ترجع أموركم وأحسن إن شاء الله. طبعا أصحاب سورة النور، عندكم بناء أو ترميم بالأيام القادمة إن شاء الله، أو تعديل بأثاث البيت أو صبغ أو تغيير ستائر البيت إن شاء الله، لأن أشوف عندكم تغيير من حال إلى حال بإذن رب العالمين. أشوف عندكم شراء سيارة أصحاب سورة النور، أو عندكم رزق وإن شاء الله الرزق جدا قريب. وأشوف عندكم فرحة أو أمر راح يتحقق بإذن رب العالمين. للعازبات أشوف عندك خطوبة إن شاء الله أو فرحة. وأشوف طلاب المدارس إن شاء الله قسم من عندهم نجاح دور ثاني، لأن هواي من عندكم مأجلين بعض الدروس وإن شاء الله ينجحون على الدور الثاني. طبعا عندكم شراء ملابس بالفترة الجاية، وعندكم بشارة رزق إن شاء الله بعد ساعتين أو يومين. أصحاب سورة النور، تعانون من أحلام جدا مزعجة، على أثر تقعدون حرارة بجسمكم هواي، ومترددين حتى بقراراتكم، وحايرين، وحتى صايرين هاي الفترة وسواسين لدرجة مو طبيعية، كثر ما صدمتوا بحياتكم وبواقع وحياة صعبة صارت عندكم. طبعا أصحاب سورة النور، عندكم عدم الثقة حتى شغلكم بأتفه الأمور، حتى بالهوى اللي يفوت من يمكم ما عندكم ثقة. وما لومكم، لأن انتو بس رب العالمين يعلم بيه باللي مريتوا بيه. حتى قسم منكم سوالكم عمل سحر أسود على صحتكم وعلى شعركم وعلى جمالكم. والله أشوف سوت لكم العمل حاليا بيتها مهجوم، وأشوف ربي راح يبطل هذا العمل، لأن انتو قلبكم حيل حيل طيب. وأشوف هواي تصدقون للفقراء، على أثر أشوف ربي راح يوقف هذا الأمر اللي عليكم ويبطله. وأشوف عندكم تساقط بالشعر هاي الفترة راح يتوقف إن شاء الله بالأيام القادمة. وأشوف عندكم ثخن وطول حيصير مو طبيعي بإذن رب العالمين. وأشوف ناس، أكو هواي ناس حترجع لحياتكم، ظلمتكم وأذتكم ندمانة، وراح تطلب من عندكم السماح والاعتذار، وحقكم راح يرجع لكم ثالث مثلل. أكو ناس تحبكم راح تسندكم ماديا ومعنويا، وراح توقف لكم إن شاء الله. طبعا عندكم نصرة وجاه من رب العالمين. وأشوف عندكم بشارة إن شاء الله إذا الله راد وقدر، لكن احذروا من ناس أو من نساء 2 بالأكثر، يريدون يأذوكم بكل الطرق، لكن رب العالمين راح يرفعكم ويكرمكم إن شاء الله. عندكم أرجع وأقولكم بشارة من رب العالمين، عندكم رسالة عن طريق التليفون أو الهاتف من شخص أنتم منتظريه ومتلهفين عليه وقاعدين بنار. أشوف إن شاء الله بيها الخير وبيها البشارة. أصحاب سورة النور، إذا شفتوا طير دخل مطبخكم، داركم، جراج بيتكم، على أثرها بعد 3 أوقات إن شاء الله الشي اللي منتظرته راح يتحقق. قولوا يا رب، نقول يا رب، صل على رسول الله. نبدي إن شاء الله بأصحاب سورة النور. بسم الله الرحمن الرحيم. اعذرونا هذا الصوت شوية برا مو يمنه. نبدي بأصحاب سورة الروم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا قريب الفرج، صل على رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا الله يا قريب الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب سورة الروم، طبعا عندكم سفر أو زيارة، المرقى الديني إن شاء الله أنتو قاصديه وناويين على شي معين بداخلكم. طبعا عندكم أمر مفترج إن شاء الله، عندكم نصرة على العدوان بإذن رب العالمين، عندكم فرحة إن شاء الله لكم جدا قريبة بإذن رب العالمين، والنصرة هذه إن شاء الله راح تكون على عدوانكم بإذن رب العالمين إن شاء الله. طبعا أصحاب سورة الروم، مريتوا بشغلة كسرتكم نفسيا ومعنويا وجسديا، على أثرها تمرضتوا لدرجة وصرتوا حتى ما لكم واهس بالدنيا. طبعا أصحاب سورة الروم يعني تعرضتوا السحر، والسحر تمريض وتشويه الجمال، بحيث انتو فترة من الفترات مريتوا وصرتوا حتى تلاحظون انتفاخ بجسمكم رغم أكلكم جدا قليل. أشوفكم لكن قام يصير عندكم انتفاخ وارتفاع بالوزن. طبعا عندكم طاقة استشفاء وتخلص من جميع الأسحار بإذن رب العالمين. أشوف عليكم عمل تعطيل بأمور زواج وأمور رزق ودراسة، أشوف راح ينفك بإذن رب العالمين. مريتوا بفترة مشاكل مع الشريك أو حكي واتهامات، وحتى ويا الأهل والأصدقاء، حتى ويا شركاء العمل، وكلام كان جارح صدر منكم ومنهم انتوا الاثنين، وهذا كله سبب الأسحار. أشوفكم راح يبطل بإذن رب العالمين، لأن طاقة شفاء عندكم جدا قوية. أشوف عندكم حق، والحق يم ناس لا ذمة ولا ضمير ولا مخافة الله، ما عندهم خوف من بشر ولا يردعهم بشر، حتى ربي ما يردعهم. أشوف حقكم راح تاخذوه إن شاء الله من عيونهم إن شاء الله، لأن أنتو حيل طيبين وربي واقف وياكم. أكثروا من الصلاة على الحبيب المحمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن كلمة لا إله إلا الله، على أثر راح يصير وياكم أمر إن شاء الله ينقل حياتكم من حال إلى حال أفضل بإذن المولى عز وجل. أصحاب سورة الروم، اقروا على ماء الورد ولبان الذكر سورة النور، سورة الرحمن وسورة النور، واستخدموا الماء الورد واللبان الذكر على وجوهكم وإيديكم، راح تلاحظون الفرق خلال 7 أيام إن شاء الله. حتى الشحوب راح يختفي، السواد، البقع، التصبغات، الكلف، الحبوب راح يختفي إن شاء الله، لأن قلت لكم عندكم سحر تشويه الجمال ووقف الحال وحتى تعطيل أمور الدراسة. أصحاب سورة الروم، من يجي وقت صلاة المغرب أو ندخل بوقت المغرب يصير عندكم خنقة واكتئاب وضوجة مو طبيعية، لدرجة ما تعرفون شنو تريدون بسبب العين والنفس. طبعا العقد اللي بحياتكم والأمور المتعسرة والمتعرقلة أشوفها راح تنفك عندكم، وأشوفها إن شاء الله طرق عندكم مفتوحة، وأشوف أرزاق جايتكم، بحيث عندكم رزقة كل كبيرة لا تعد ولا تحصى. عندكم خروج ناس مكروهة ومسمومة وظالمة، ربي راح يبعدهم من حياتكم، وعندكم خروج وتخلص من مشاكل كانت متعبتكم إن شاء الله. عندكم بداية جديدة بحياتكم، عندكم أمر راح يتم بالقريب العاجل إن شاء الله. تغيير وضعكم جذريا، اتركوا الماضي لأن حيل الماضي كسركم. اكو ناس جديدة راح تدخل بحياتكم وراح تضيف لكم وراح تستفادون منهم إن شاء الله. عندكم إجراء عملية جراحية، وأشوف العملية الجراحية ناجحة جدا 100% بإذن رب العالمين. أشوف للعازبات عندك بشارة خطوبة وترسيم علاقة إن شاء الله جدا قريبة، والمتزوجات عندك بشارة بتوقيع ورقة ومبادرة بأمر إن شاء الله برزق وخير، عندك بشارة جدا قريبة بعد معاناة دامت وياكم 4 سنوات، وعدكم على أثر هذا الرزق سفرة جدا قريبة. وعدش ناس ظلمتك وأكلت حقك وتهمتك حتى بشرفك وبعرضك، أشوف هاي الناس رب العالمين راح ياخذ حوبتك من عندهم ثالث مثلث، مثل ما هجموا بيتك ربي راح يهجم بيتهم. وأشوف عندك بشارة حمل، وإن شاء الله بشارة حمل إن شاء الله إن شاء الله، ولا تقولي يا رب.
فإن شاء الله عندك خير وعندك بشارة أصحاب سورة الروم، فلا تخافون، إن شاء الله القادم أفضل. أتمنى تنال إعجابكم استخارتنا، وأتمنى الاشتراك بقناتنا، وأتمنى من عندكم فضلا وليس أمرا تشاركونا القناة بين أهلكم وأحبابكم، وتشيرونا إياها، وتكتبونا تعليق مثلكم حلو. وأتمنى الدعم، هاي أول مرة أطلبه من عندكم، وإن شاء الله لا تنسون اللايك. خادمتكم العلوية بسمة علي العلاق. للحجز والاستفسار راح أترك لكم رقمي بأول تعليق مثبت، تقدرون تحجزون عبر الواتساب. أترككم في حفظ الرحمن، مع ألف 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 سلامة.